اهلا بيكم في تسليم جديد من شركه السويفي. زي ما عودناكم بنوريكم شغلنا في كل مكان. احنا النهارده هنا في الحي الثامن مدينه 6 اكتوبر، شقه الدكتور علاء. الحمد لله خلصنا على خير. طبعا الشقه هنا كانت احلال وتجديد، شقه كانت قديمه ومتهالكه وقعدنا تاهيلها من اول وجديد. بيقابلنا مشاكل كتير واحنا بنعمل شقق التأهيل. طبعا بتبقى في عقبات كتير زي رفع المخلفات، زي طبعا المحاره. الحاجات دي كلها بتقابلنا. بنقدر نحاول بقدر الامكان ان احنا نطلع شغل جميل ومنسق. الكلاينت هنا دكتور علاء وزوجته كانوا عاوزين حاجه مختلفه شويه. هم عندهم فرنتشر قديم وطبعا هيجيبوا فرنتشر جديد. الفرنتشر القديم هنوظفه في الجزء ده بالكلاسيك اللي عندهم طبعا، وهنا الفرنتشر الجديد في الجزء ده هيبقى مودرن الى حد ما. عندنا حتى الحمامات كان فيها مودرن وكان فيها كلاسيك عشان نقدر نوظف كل حاجه بالشكل المناسب مع المكان. عندنا هنا طبعا الباب التركي من الحاجات الجميله جدا طبعا، والديزاينات اللي احنا اشتغلنا عليها طبعا بيفرق معانا. طبعا بيبعت للكلاينت اشكال البيبان التركي، بيختار منها الشكل اللي هو عاوزه. في حاله ان انت مش بتعمل 3 دي ماكس تبدا تبعت له اختيارات. في حاله ال 3 دي ماكس طبعا انت بتبقى ماشي على 3 دي ماكس، وده بيبقى مريح للكلاينت وللشركه نفسها. عندنا هنا الحمام طبعا قدرنا نشتغل بلونين، لون في الجزء ده وعن لون تاني، وكمان عملنا هنا الالموتان في الجزء ده قلاب وشفاط في الجزء ده، وعملنا طبعا الجبسن بورد بالفلات ووزعنا فيه 4 اسبوتات ينوروا المكان مع الهيد لايت في الجزء ده واضاءات المرايه. طبعا المرايه من الحاجات اللي كانت جميله جدا برضو، كانت على ذوق الكلاينت وكانت من الحاجات الجميله المنظمه اللي احنا قدرنا نشتغل عليها. حوض بركبه عشان طبعا مساحه الحمام مع القعده في الجزء ده. من الحاجات كمان اللي اشتغلنا عليها هنا في الشقه، كنا فتحنا الجزء ده على الريسبشن مع المطبخ الامريكان. ادى شكل وديزاين للشقه، خلت المكان شكله مودرن اكتر، وقدرنا نعمل شاشه تلفزيون في الجزء ده. وطبعا في يونت هيتعمل في الجزء ده علشان خاطر طبعا يبقى تحت التلفزيون بالظبط، ويكون ست البيت وهي موجوده في المطبخ بيبقى التلفزيون قريب ليها، تقدر تشوفه بمنتهى السلاسه والشياكه. طبعا هنا الرخامه اشتغلنا بنوع الوارتز في الساده في الجزء ده، شكلها جميل مع المطبخ. وظفنا المطبخ، مساحه المطبخ خانه جميله جدا، وقدرنا نوظف طبعا مكان للغساله، مكان للبوتاجاز، وفي غساله اطباق وغساله ملابس في المطبخ. عملنا مكان للبوتاجاز ومكان للسخان. وعندنا هنا الجزء ده في شباك طبعا عملناه مفصلي علشان خاطر يبقى في فيو هنا في مع الحوض، بيبقى بالنهار شكله جميل جدا مع وجود شفاط في الجزء ده. وزي ما قلنا ان في كلاينت بيطلب ان الشفاط يكون في السقف، وكلاينت بيحب الشفاط بيبقى في الشباك طبعا. وهنا كان من الحاجات اللي كمان اللي قابلتنا ان وجود كاميرا في الجزء ده، قدرنا نوظفها وقدرنا نشتغل عليها بالسيراميك في الجزء ده ونبطنها بشكل يكون مناسب ومتناسق مع المكان. من الحاجات طبعا اللي احنا قلنا عليها ان هنا في جزء مودرن، هيبقى فيه هنا زي ركنه في الجزء ده، وفي بارتيشن هنا يفصل بين الجزء ده والجزء ده، يتعامل مع الفرنتشر الجديد باذن الله. والابواب التركي بشكل وديزاين جميل زي ما قلنا. وعندنا طبعا الغرف في حاجات غيرناها وحاجات ما غيرناهاش، زي الشبابيك كمان اللي هي القديمه الخشب، عدنا تاهيلها ودهناها. وطبعا من الحاجات الجميله جدا الشبابيك الخشب دي، لانها طبعا ما بتدخلش درجه الحراره زي الالوميتال في الغرف، فبيبقى فيها كمان شيش لو حبيت تفتحه للتهويه. عندنا وزعنا الغرفه بكل حاجه مناسبه. عملنا هنا مكان للسرير والتسريحه، وعملنا مكان للتلفزيون، مع ان مساحه الغرفه صغيره بس قدرنا نوزع فيها بشكل مميز وشكله شيك. عملنا الجزء ده بالفلات طبعا عشان يمشي مع الجزء المودرن زي ما قلنا هنا في الجزء ده. وعملنا ليد بروفايل، وعملنا توظفنا ب6 اسبوتات في المكان شكلهم شيك مع الهيد لايت على الحيطه، ادى شكل جميل جدا ومنسق. الطرقه هنا خدنا برده في الجزء ده، عملنا 5 اسبوتات في شكل وشياكه للطرقه، وعملنا الليد بروفايل ببديل الخشب في الجزء ده، وعملنا طبعا بديل رخام في الكلام ده. في ناس كتير بتقول ان بديل الخشب وبديل الرخام طبعا مش احسن حاجه، بس هو انا بشوف ان هم على حسب امكانيات الكلاينت بيقدر يعمل تجاليد خشبيه او بيعمل بديل خشب او بديل رخام، ودي بترجع للكلاينت بيقدر يقول ممكن نعمل ايه او ما نعملش ايه. عندنا كمان هنا ابليكين قدام الحمام بشكل جميل جدا
وشيك. عندنا الحمام المودرن هنا برضو من الحاجات الجميله اللي عملناها في الشقه هنا. اخترنا لونين للحمام، لون فاتح ولون غامق، مع البارتيشن الازاز. طبعا عملنا بارتيشن هنا عشان يعزل بين القعده وبين الشاور، وعملنا طبعا المسطره 60 سم بالشكل ده، شكلها جميل. وعملنا طبعا الخراني دي بتدي اكسسوار، حط فيها الاكسسوارات الحمام وبتكون شكلها شيك وبتدي شياكه للحمام. عملنا طبعا السقف الفلات مع الالموتان القلاب في الجزء ده، وعملنا طبعا الشفاط في الحمام. المرايه هنا من الحاجات الجميله جدا اللي قدرنا نشتغل عليها ونوظفها بشكل ديكوري مناسب مع اليونت اللي موجوده. كانت شكلها جميل وماشيه مع الديزاين مع الباب مع كل حاجه منظمه بشكل جميل جدا، تدي شياكه للمكان. عندنا هنا لوحه الطوارئ برضو علشان خاطر نحط فيها الراوتر في الجزء ده عشان تبقى قريبه من الغرف والريسبشن في نفس الوقت. وعندنا هنا الغرفه دي طبعا الشباك زي ما قلنا برضو نفس الكلام، خلينا الشباك الخشب هنا مع استخدام الباركيه السيراميك في الجزء ده، شكله سابق ولاحق بالشكل ده. كان شكله برضو من الحاجات الجميله اللي اتعملت في الشقه، مع الابانيق وبيت النور في الجزء ده ادت شياكه للمكان وخلته شيك وجميل. طبعا الابواب كلها نفس الشكل، مع اختيارنا برضو لمكان هنا لمكان للسرير، وطبعا استخدمنا مكان للتلفزيون في الجزء ده، وقسمنا الاوضه بما يتناسب مع الفرنتشر. وده كان مع اتفاق مع الكلاينت طبعا عشان ناخد مقاسات الفرنتشر القديمه عشان نقدر نوظفها في المكان المناسب لكل مكان في الشقه. في نهايه الفيديو انا بشكر جدا الدكتور علاء على ذوقه واخلاقه، من الناس المحترمه جدا اللي اتعاملنا معاهم والله ونعم الاخ وكسبناه صديق معانا. هو من الناس المحترمه، كان من الناس الجميله جدا في التعامل، وكان بيتعاون معانا بكل حب واخلاص لحد ما خلصنا الحمد لله على خير شقه هنا من ذوقه. انا بشكر جدا مهندسين شركه السويفي. الشقه دي بالذات كل عندنا كل شقه بيبقى فيها مهندس موقع. الشقه دي بالذات كان فيها كذا مهندس، انا بشكرهم كلهم. بشكر كل الناس اللي ساعدت في ان الشقه تطلع بالشكل ده، وطبعا شقه احلال وتجديد الحمد لله قدرنا نطلعها بالمستوى ده. بشكركم جدا، بشكر كل مهندسين شركه السويفي، بشكر كل فريق العمل من صناعيه ومقاولين، فريق السوشيال ميديا. بشكركم جدا على تعاونكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.